أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله أزهار الباشن فروت، وسوف نطرح لكم بعض المعلومات المهمة جدا خلال فترة تزهير الباشن فروت. طبعا خلال فترة ظهور الأزهار من المهم جدا الانتباه والحذر في فترة الري. يعني لا يجب أن نسقي الشجرة مثلا كل يوم، الأفضل مثلا أن نسقي الشجرة كل ثاني يوم، لأن كثر الري يتسبب في تساقط الأزهار، يعني في جميع الأشجار. طبعا هذه المعلومة. فخلال فترة التزهير الأفضل أن نسقي الشجرة مثلا يوم ويوم لا نسقيها. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله. هنا أيضا فمثلا لاحظوا عندما تصبح التربة بهذا الشكل، على ثاني يوم نسقي الشجرة. كما ذكرنا لكم كثر الري يتسبب في تساقط الأزهار، فالأفضل هو توازن الري، وخاصة خلال فترة التزهير، يعني خلال فترة ظهور أزهار الباشن فروت. لاحظوا مثلا اليوم سقينا الشجرة، في اليوم الثاني لا نسقيها، يعني بعد كل ثاني يوم نقوم بري الشجرة. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.